هلو هلو. الجو حر، مش قادرين نطبخ ولا قادرين نقف في المطبخ. النهارده وصفتنا سهله وبسيطه وسريعه جدا. هنعمل ايه؟ تشاينيز نودلز. هنبدا ونقول بسم الله. في الوok هننزل شويه زيت سمسم، ولازم يكون زيت سمسم. طعمه حلو جدا في الوصفه دي. ممكن تستخدمي اي زيت عادي، بس الاحسن يكون زيت السمسم. هننزل دلوقتي بقطع الجزر اللي احنا قطعناها وشوحناها. طبعا يا ريت تكون حجمها كله قد بعض عشان يكون متناسق مع باقي انواع الخضار اللي هنحطها. هنستخدم في الوصفة دي جزر وكوسة وبطاطس وفلفل وتوم وبصل. اول حاجة هننزل بيها الجزر، وبعدين دلوقتي نزلنا بالبصل طبعا عشان يكرملوا مع بعض وياخدوا لون ويتبالوا شوية. بعد كده هنبدأ بباقي الخضار واحدة واحدة. بعد البصل وبعد الجزر انا مقطعة هنا تقريبا نص راس توم، يعني 3 4 فصوص. انا بحب اقطعهم كده تشيبس، قطع كاملة. مش بحب افرمه، بيكون طعمه احلى واقوى في الوصفة دي. شوحت الثوم مع الجزر والبصل، وزي ما اتفقنا طبعا يستحسن يكون زيت سمسم. لو عايزة اي نوع زيت تاني انت حرة زي ما قلتلك، براحتك. هنا انا بغلي مية علشان انزل فيها بالمكرونة اللي انا هسلقها. حطيت شوية ملح. دلوقتي نزلت بالبطاطس. طبعا الوصفة دي المفروض اساسي فيها تستخدمي نوع المكرونة يكون فوتوتشيني، لان دي الوصفة الاصلية. لو انتي ما عندكيش المكرونة دي ما توقفيش، استخدمي اي نوع مكرونة تاني زي الاسباجيتي، هي بتبقى احسن نوع. بعد الفوتوتشيني بتكون طعمها حلو قوي. دلوقتي بعد البطاطس نزلنا بالكوسة. انا بعد لكم انواع الخضار تاني، لكن انتي طبعا حرة. ممكن تضيفي بروكلي، ممكن تضيفي مشروم، ممكن تشيلي حاجة من الخضار اللي انا حطيته. انتي حرة، ليكي كامل مطلق الحرية. البحر دوت يعني المطبخ ده بحر كبير جدا، اعملي فيه اللي انت عايزاه. هنا عندي مكعبين مرق دجاج نزلت بيهم، مع كمون وفلفل اسود وكزبرة وبهارات مشكلة. طبعا التوابل الحلوة دي بتدي ريحة وطعم للاكل، هي روح الطبخة. قلبيهم كده مع بعض كويس قوي لغاية ما يمتزجوا مع بعض. وانا هنزل هنا بشوية مية مغليين على الخضار عشان بس يكمل سواء على البخار، على ما اكمل انا شغل الطبخة بتاعتي. هنا زي ما انتم شايفين هنزل بالمية المغلية. بعد شوية هتيجي ايوه. وهبدأ اغطي الواق بتاعتي عشان يكمل الخضار سواء على البخار. في الاثناء دي هتكوني انتي محضرة عندك في طبق صغير او كوباية whatever بتستخدمي ايه. هننزل بمعلقة من خل البلسمك. خل البلسمك ده ليه اضافة حلوة جدا وطعم حلو قوي في الوصفة، بيديها غنى كده. وبعدين شوية صويا صوص، وبدوب فيهم معلقة او معلقة ونص نشا، طبعا على حسب الكمية اللي عندك. انا هنا عاملة كمية كبيرة لان انا عدد الاسرة عندي كبير ما شاء الله، فكنت محتاجة كمية كبيرة. هنا المية غليت، هنزل بالمكرونة وطبعا مش بكسرها، الاسباجيتي ما بتتكسرش. واخر اضافة ضفتها هنا للخضار كانت قطع الفلفل، شرايح الفلفل، لان انا بحبها تكون كرانشي عشان ما تدوبش مع باقي الخضروات بتاعتي. هنا بكمل كده تقليب في الخضرة عشان اتأكد ان البهارات والتوابل ومرقة الدجاج كلها دابت. ودلوقتي بنزل بالنشا بتاعتي والصويا صوص وخل البلسمك. هتقلبي بالراحة عشان تتأكدي ان النشا بتاعتك تكون دابت. وطبعا انتي هنا بتلاحظي اللون بتاعك ايه. لو محتاجة تضيفي صويا صوص زيادة تضيفي زي ما انتي عايزة، بس انا هنا زودت كده الخضار شوية مية كمان عشان النشا تدوب خالص، واتأكد ان الصوص بتاعي يكون مليان كتير يعني في الوصفة. قلبتهم مرة تانية بالراحة طبعا عشان ما تكسريش الخضار بتاعك ويفضل محافظ على قوامه. هنا كنت خلاص اتأكدت اوريدي ان الخضار بتاعي تمام، وظبطت الملح وكل حاجة. هسيبه بقى يكمل سواه خالص. وفي نفس الوقت دوت انا اتأكدت خلاص ان المكرونة بتاعتي تكون بتستوي. اوريدي المكرونة ما بتقعدش غير من 7 ل10 دقايق تغلي في المية، وبعدين تقدري تطفي عليها وتغطيها تكون بتستوي على البخار. هنا هنبدأ في تقديم الطبق بتاعنا. ودلوقتي انا هقدم لكم 3 طرق مختلفة للتقديم، طبعا كل واحدة مننا تختار الطريقة اللي تناسبها. بس انا هنا عندي جزء من الولاد بيحبوها ميكس كلها في بعض، وجزء تاني بيحبوا المكرونة تكون بيضة والخضار بس من فوق. فيعني حبيت اقدم لكم اكتر من شكل للطبق.
هنا اول شكل عملته ان انا هنا بعمل كده فتحة في طبق المكرونة بتاعي، وبنزل عليه بالخضار مع شوية صوص، بيبقى طعمهم حلو جدا. والطبق الرئيسي نزلت بالخضار بتاعي كله والصوص من فوق الوش. وتالت طبق هتشوفوه انا عملته ميكس، يعني خلطت الخضار مع الباستا كلها في بعض. برضو ده بيكون كويس جدا للاطفال، بيحبوه بيفضلوه. طبعا انت ليكي مطلق الحرية في اختيار اي طريقة من الطرق زي ما تحبي. انا النهاردة كنت وصفتي بسيطة وسهلة، حبيت اقدم لكم حاجة سريعة. ان شاء الله الوصفات الجاية تكون اكتر، وتكون فيها معلومات اكتر بالنسبة للبنات اللي لسه بيتعلموا طبيخ. اتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم. وبحبكم قوي. ما ننساش طبعا ندعي لكل اخواتنا في فلسطين وفي السودان، ربنا معاهم يفك كربهم. ومتشكرة جدا، بحبكم في الله، واتمنى لكم كل الصحة والسعادة والسلامة. باي باي.